ازيكم؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الستaging environment في زوهو CRM. على فكرة الستaging environment دي مش حاجة في CRM بس، دي حاجة مهمة جدا لأي application أو ويب سايت أو أي حاجة انت عليها users وانت بتpublish updates جديدة مثلا. فبدل ما تبوظ الحاجة اللي شغالة او بدل ما في ناس شغالة على الابليكيشن دلوقتي وانت شغال عليه editing live، فانت كده هتعطل الناس دي. فالستaging environment معمولة بحيث ان احنا نتست ونببلش على اللايف وانس ان احنا لقينا كل حاجة تمام. فخلينا نشوف بقى في السي ار ام اللي هو بالنسبة لنا اهم حاجة فيه الستaging، لان السي ار ام ده عليه كل الداتا بتاعت الشركة. يعني انت لو بوظت حاجة كده سلام عليكم، ماشي؟ فخلينا نشوف الستaging ازاي نعمله على زوهو سي ار ام. اول حاجة هنفتح settings وهنيجي على الداتا ادمنستريشن، هنلاقي هنا حاجة اسمها ساندبوكس، هنفتح ده. وهنا انا اوريدي عامل staging او نقدر نسميه اي اسم تاني احنا عايزينه، بس الكرييشن ممكن اعمل create sandbox. هنا هديله الاسم description لو حابب، وال URL هي generate automatic. يعني لو انا كتبت هنا مثلا test هتلاقي هنا هو حط automatic test CY عشان يبقى فيه URL unique. التايب configuration، يعني احنا عايزين نعمل تيست او edit على الكونفيجريشنز بتاعت CRM بس، لكن configuration وداتا هيحط لك الداتا بتاعت الناس اللي موجودة على CRM الاصلي عشان تقدر تتست عليها. ودي في منها نوعين، يعني احنا ممكن نختار ان احنا نحط samples او ان احنا نجيب جزء من البرودكشن داتا. طيب الحاجة التانية ان احنا ممكن في الكونفيجريشن ما يبقاش عندنا كل حاجة available. يعني مثلا احنا عندنا حد شغال على جزئية معينة واحنا عايزينه يكمل عليها او يتست عليها من غير ما يكسس كل الداتا بتاعتنا. هو هنعمل select كده وتقدر تختار من هنا الداتا المعينة او الاماكن المعينة اللي انت عايز الشخص ده يشتغل عليها بس. تمام، اول ما نخلص هنقول بقى مين اليوزرز اللي يقدروا اكسسوا الساند بوكس ده او الستaging environment دي. طبعا هنا انا ما عنديش غير يوزر واحد فظاهر لي يوزر واحد، لكن لو الشركة فيها كذا اكتر من يوزر يعني نقدر نختار اكتر من واحد. طيب عشان ما نضيعش الوقت، لان ده بياخد مثلا دقيقتين تلاتة عقبال ما يخلص الكرييشن، فخلينا ندخل على الساند بوكس اللي معمول اهو. في معلومة كمان، احنا اول ما بندخل على الساند بوكس اول مرة هتلاقيه، يعني مثلا انا دلوقتي الساند بوكس ده معمول من شوية، لو دخلنا على الليدز هنلاقي السامبلز اللي نزلت والكونتاكتس وهكذا. فاول مرة هتدخل على الساند بوكس هتلاقيه فاضي كده، هتستنى شوية هتلاقيه ان السي ار ام بيعمل جنريت او بيحط الداتا او السامبلز على حسب ما انت اخترت على السي ار ام. وبعد كده اول ما يخلص هتلاقي ان انت بعد كده هتدخل على اللي انت عايزه، هتلاقي الداتا موجودة. واهم حاجة تخلي بالك ان انت في الستaging، يعني طول ما الليبل ده موجود انت كده في الستaging. حتى السيتنجز لو فتحنا السيتنجز هتلاقي انت في الستaging. فأتمنى تكون دي معلومة مفيدة تفيد الناس، لأن هي من أهم الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في الويب سايتس، في الموبايل ابليكيشنز، في السي ار ام، في أي حاجة كديفلوبر لازم تستخدم الستaging. أشوفكوا الفيديو الجاي.